اهلا بيكم في فيديو جديد معكم اسلام مندو. انا النهارده هشرح لكم ازاي تخلوا الكلام يعدي من وراكم، او تضيفوا الافكت اللي هو بالكلام بيظهر كده في الخلفيه ويبقى شكله بيتحرك. احنا هنشرح دلوقتي الكلام ازاي يتحرك من ورانا، او الفكره عامله ازاي، واوريك بتلعب فيها ازاي. انت بس اهم حاجه تعمل لايك وسبسكرايب. ولو ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت، الحلقات اللي فاتت بتاعت الكاب كات مهمة جدا، لازم تتفرج عليها هتستفيد، لان انا بقدم لك كل التريكات بتاعت الكاب كات. بص، ده شكله النهائي، ده الشكل النهائي بتاعه. ولو عاوزناه يثبت هنثبته في الخلفية، عاوزنا يطلع بشكل انيميشن، كل ده هشرحه لك. تمام. الفيديو ده انا همسح اهوت وهبدأ من جديد عشان نشرح سوا. لو انت عندك الجزء ده اللي هتضيف فيه، تمام، هتروح واخده كوبي. انا اخدته كوبي بيست اهوت. تمام. واروح على ريموف باك جراوند واتك على اوتو ريموف. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي حمل وخلص. تمام. هو دلوقتي عمل ان هو فصل لي الخلفيه. يعني انا بص، بقى في جزء فيه خلفيه، دوت بقى في خلفيه، والجزء اللي فوق ما فيهوش ايه، خلفيه. فهحطه تاني ارجعه زي ما كان كده. كده رجع زي ما كان. رجعه بالظبط بس عشان الدنيا ما تسحش. بس كده هو كده رجع زي ما كان. تمام. دلوقتي انا هضيف التكست بتاعتي، هضيف اي مثلا تمبلت، وليكن ده. واروح كاتب مثلا اسمي اسلام مندو مثلا. تمام. واروح ضايفه ورا دوت. يعني دي يعتبر لايرات، ده لاير وده لاير وده لاير. تمام. فاحنا هنضيفه ما بين ايه، اللاير دي واللاير دي. فاحنا كده ايه، رجعناه اهو، رجعناه كده ايه بقى ورا. بقى ورا الشخص دوت، او الجزء اللي انا لسه عامل له ريموف باك جراوند. تمام. بقى هوت كده عندي ورا هوت. اقدر احطه في اي حته، اقدر اخليه يظهر بانيميشن، اقدر مثلا اخلي كلمه اسلام هنا ومندو هنا كده يعني. فاحنا دلوقتي هنخليه يعدي من ورا الشخص ده. تمام. فاحنا مثلا عايزينه يعدي من الشمال لليمين. فاحنا نروح على الكي فريم، هنروح على الكي فريم هنا، نتك على التكست ونروح على البيزك. ومن البيزك هنزل تحت شوية عند كلمة ترانسفورم، وأعلم على الكي فريم. بدأوا ينوروا معايا دي كلهم عشان هبدأ ألعب في الكي فريم. فده أول كي فريم أنا عايزها تبقى فين؟ عايزها تبقى بره، فهو هيبقى كده بره. تمام. تاني كي فريم عايزه يعدي من ورا، من ورايا. فهروح نازل برضو ايه، عامل كي فريم تانية اهيت، واروح كبر شوية وسحبه، وسحبه من ورايا كده اهوت. هيعدي ورايا، مش لازم بالظبط يعني، بس انت تحطه في المكان اللي انت عايزه يثبت فيه في الاخر. يعني انا ليكن الناحية التانية كده. فابص عليه بالمنظر ده كده بقى. بص بقى عامل ازاي، بقى جميل قوي ولذيذ كده. عرفنا ازاي يعدي من ورانا. احنا ممكن نخليه يظهر بانيميشن، خليه يجي من بره ويروح واقف ورانا. ممكن نلعب فيه زي ما احنا عايزين. يعني انت مثلا خلاص، انت مثلا فهمت الفكرة، فانت اهوت كده الكلام وراك، فانت ممكن تخليه مثلا يعمل كده. ومثلا انيميشن، مثلا ويف، خليه يفضل يتحرك كده وراك. ده لوب. من انا جبت تكيت عليه عشان الناس اللي ما فهمتش انا عملت ايه دلوقتي عشان انا عملته بسرعه وسرحت. بص، انا اتكيت على التكست، بعد كده رحت على الانيميشن ولوب. اللوب دي بتفضل تخلي التكست يتحرك بالمنظر دوت. فاهم؟ ف ولو انت عايز ان واوت، فانت بتروح على الان مثلا، تضيف الان كده مثلا، والاوت زي ما انت عايز زيها مثلا داون. يعني انا مثلا خليت الان، واقدر بقى احط لها ساوند افكت. الناس اللي مش متابعاني من قبل كده، على فكرة فايتكوا كتير لاني شارح حاجات كتير قوي. فاحنا هو كده بنضيف اهوت طلع من ورانا وراح نزل تاني من ورانا. فالحركة انك تعمل ريموف باك جراوند ديت حركة صايعة في نفس حركة صايعة جدا. على فكرة ريموف باك جراوند فيها حركات كتير، انا هشرحها في الاجزاء الجاية باذن الله. يا ريت بس تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابعني وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. انا اسلام مندو، بعلمك كورس كاب كات من صفر الاحتراف.
انا بحبك جدا، ودلوقتي اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.